فلو امتنعوا عن صلاة التراويح، الامتناع وترك ذلك والزهد في الشيء، فيه فرق بين تركه مع اعتقاد أنه من شرعة الله ومن شريعة الله ومن دين الله، وبين الامتناع كما لو ترك جماعة الأذان، تركوا الأذان أو إقامة الصلاة، هذه من شعائر الإسلام الظاهرة كذا ولا؟ طيب فلو تركوا الأذان هكذا كسلا، قوم أذن ما أذن فصلوا هكذا، هؤلاء يوبخون يلامون يعلمون. لكن لو قالوا الأذان هذا لا يصلح. اليوم تطورت الأحوال وصار يزعج الناس، كما قالت الأخرى يلوث البيئة والعياذ بالله. طيب مشكلة هذه. إذن الامتناع شيء ومجرد ترك الشيء شيء آخر. بينهما حينما نظره الفاروق قال كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وفي لفظ إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فقال أبو بكر هذا حقها والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقتال أبي بكر لأولئك ليس عن مجرد بخلهم بها، بل امتناعهم ومحاولة إلغائها من شريعة الله عز وجل. إذن الممتنع عن شيء من شعائر الإسلام يرتد بذلك. ومن أسباب الردة الإعراض عن ذكر الله، الإعراض عن ذكر الله جملة وتفصيلا. دليل ذلك قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. والإعراض هو الصد والصدود، يعرض بكليته لا بالتصديق ولا بالتكذيب، وهذا نوع من أنواع الكفر كما نص على ذلك أهل العلم، منهم ابن القيم في مدارج السالكين ومفتاح دار السعادة، كذلك كتابه الآخر، وغيره من أهل العلم. الإعراض مثل أن يقال لشخص تعال خلنا نسمع أو أقرأ عليك هذا أبين لك هذا الشيء أو نسمع القرآن، نعم، يجعل بينك وبينه حاجزا على نحو فعل أهل الشرك الذين وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، أكنة يعني أغطية، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر يعني طرش صمم، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي لأجل أن لا يفقهوه ولا يفهموه، والضمير يعود على القرآن، وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. الإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته، لا يصدق ولا يكذب، لا يحب ولا يبغض، لا يوالي ولا يعادي، هذا من الإعراض، يجعل بينه وبين الدعوة الإسلامية حاجزا، فهذا من أسباب الردة، وهو نوع من أنواع الكفر، لأن بعض الناس يعتقد أن الكفر مقصور في التكذيب فقط، وهذا من الغلط. فأيهما أعم من الآخر؟ نقول الكفر أعم من التكذيب، التكذيب نوع من أنواع الكفر، وليس كل كافر مكذب، بل قد يصدق ولكنه يكفر، يقر ولكنه يكفر بذلك. فإبليس نوع كفره كفر استكبار وعناد. هل يقال أن إبليس كذب الله في خبره؟ لا، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، كذا كان يقر بصدقه، لكنه محكوم عليه بالكفر بسبب عدم إذعانه وتلفظه بلا إله إلا الله ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرعون وقومه، قال تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا
وقال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهناك كفر التكذيب، وهناك كفر الجحود، وهناك كفر العناد، وهناك كفر الاستكبار، فهو أنواع، لا يكون مقصورا في مجرد التكذيب، ولا يكون أيضا مقصورا في جانب الاعتقاد. فهناك كفر عملي مخرج عن الملة كالسجود لغير الله تبارك وتعالى، هذا أيضا من الكفر العملي، أو كنبذ المصحف أو تلويثه عمدا، هذا من الأعمال التي تكفر صاحبها. هذه بعض أسباب الردة ذكرتها حتى يكون المسلم على حذر وعلى حيطة فينأى بنفسه من أن يقع في واحدة منها. ولكن لا يثبت وصف الكفر في من وقع فيها إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فمن وقع في هذه لا يقال إنه كافر يوجه له هذا الوصف حتى يكون عالما بالحكم أولا، فإن كان جاهلا فإنه لا يكفر. فإذا قال قائل اشتراط العلم له دليل، نقول نعم له أدلة كثيرة، فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا؟ لأن الرسول هو الذي يقيم الحجة ويبين، ولأن من الناس من وقع في أنواع الكفر ولم يكفر بسبب جهله. فهذا رجل أسرف على نفسه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرف رجل على نفسه فلما دنا أجله جمع بنيه فقال يا بني إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فمات الرجل فأحرقه أبناؤه ثم ذروه في البر والبحر، ثم قال الله للبر والبحر اجمع ما فيك، ثم قال كن، فكان هذا الرجل بشحمه ولحمه بين يدي الله. قال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له بذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث يدل دلالة واضحة صريحة لا شك فيها أن الجاهل الواقع في الكفر لا يكفر به، لأن الرجل شك في شيء عظيم في قدرة الله على البعث، فلئن قدر علي ربي. أما يأتي شخص يحرف الحديث وقد رد عليه شيخ الإسلام في هذا، لا يقال إنه لم يشك، لأن إن شرطية، لئن قدر علي ربي فقد شك في القدرة، لكن شك في قدرة الله أنه يحييه بعد وفاته، والشك في قدرة الله ايش هو؟ كفر. لكن الذي حمله على ذلك الخشية، خشي أن يعذبه الله تعالى فغفر الله له بذلك. ما قال كيف تشك أنت كافر، رأيت؟ كذلك لما سجد معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم من الشام وقد تأول ووجد الناس يسجدون في الشام إلى القساوسة والرهبان، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بذلك أن نسجد له. فلما سجد قال ما حملك على ذلك يا معاذ؟ ما قال كفرت يا كافر، لا، استفصل منه فبين له، قال إنه لا يحل لأحد أن يسجد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك قد يكون الواقع في واحد من هذه الأمور مخطئ، فإن المخطئ لا يؤاخذ، يبين له خطأه ولكنه لا يؤاخذ. دليل ذلك حديث أنس المشهور الذي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لله تعالى أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من رجل كان على راحلته بأرض فلات وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه راحلته فأيس منها فأتى فاستظل في ظل شجرة فبينما هو كذلك إذ بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شوف، جعل الرب عبدا والعبد ربا، كفر ولا ما هو كفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. إذن لم يقل إيش؟ كفرت. كذلك لو صرف الإنسان شيئا من أنواع العبادة لغير الله وهو جاهل بالحكم، نقول هذا الفعل شرك، لكن أن ينزل هذا الوصف على الفاعل فيه فرق. الدليل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم
قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بالله عليكم مش العبارة هذه كفر ولا إيمان؟ فماذا قال لهم موسى؟ قال إنكم قوم تجهلون، ولم يقل إنكم قوم تكفرون. إذن كل هذه من الضوابط، لا بد من العلم والقصد. العلم والقصد، وضد ذلك الجهل وعدم القصد والخطأ والتأويل، فإن ذلك كله من إيش؟ من الموانع. بل إن عائشة رضي الله عنها ترددت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم ربنا ما في نفوسنا؟ كما في الصحيح في القصة التي المشهورة حينما استيقظ عليه الصلاة والسلام في أثناء الليل وتركها نائمة وخرج إلى البقيع، فإن الله أوحى إليه أن يخرج إلى أهل البقيع ليستغفر لهم، فتسلل النبي صلى الله عليه وسلم من الفراش خشية أن يزعجها وكذلك أن يخيفها، لأن خافت أن يذهب إلى أخرى تلك الليلة، تبعته حتى تفطن في عودته فوجدها تنهج. في آخر القصة أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى هو الذي أخبره بذلك، وقال لها: لئن لم تخبريني ليخبرني بذلك اللطيف الخبير. قالت: يا رسول الله، ويخبر الله ما في نفوسنا أو يعلم ما في نفوسنا؟ فبين لها ذلك. إذا ايش هو هذا؟ هل كفرها؟ ما كفر، هذه عظيمة، هذه ما كفرها بذلك. إذن هذه المسائل كلها، كل ما يصدق عليه من وصف الكفر في هذه الأمور التي ذكرت وغيرها، كل ذلك أيها الإخوة والأخوات لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى لا نتسرع في الحكم على الناس. هذا ما أردت أن أذكر أحبابي وإخواني به، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصواب والإخلاص، وأن يجنبنا وإياكم أسباب الردة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى النصيحة لكم، ولا أنصح إلا تقيا، أنكم إذا سمعتم أحد المسلمين وقع في هذه الأمور التي ذكرت أو في واحد منها، كيف تتعاملون معه؟ فهل تتعاملون معه بتكفيره ورميه بالكفر: يا مرتد يا كافر، سمعت فلان بن فلان وسأسمعك المحاضرة ويأخذ لي مقطعا يناسب المقام؟ لا، بل ينصح وقال له: يا أخي هذا يؤدي إلى الكفر، هذا كذا، هذا من نواقض الإسلام، هذا من نواقض العقيدة. طيب، على تقدير أن الإنسان وقع في ذلك، هل له توبة؟ نقول نعم له توبة. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. فالمرتد له توبة. وأبو بكر الصديق في سيرته كما هو مشهور قبل أن يقاتل أهل الردة قام فيهم خطيبا، وكلف بعض الخطباء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطبوا فيهم حتى يذكروهم. ولذلك في باب أحكام المرتد في كتب الفقه يذكر العلماء ما يسمى بالاستتابة، فإن المرتد يستتاب، يعني يطلب منه التوبة يستتاب، فإذا تاب وإلا نفذ فيه الحاكم حكم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ كل هذه التي ذكرت لها توبة على الصحيح، حتى الشرك إذا تاب صاحبه منه فإن الله يتوب عليه. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فما من ذنب إلا وصاحبه تحت مشيئة الله إذا تاب صاحبه منه، إذا تاب الله عز وجل عليه، ووعد الله لا يتخلف. فهمتم؟ فإذا وقع شخص في مثل هذه الأمور ينصح ويبين له حكم الله سبحانه، هذا أهم شيء. بعض الناس ليست له حكمة في الدعوة وتصويب الخطأ، مثلا يسمع بشخص تكلم بما لا يليق وبما لا يجوز على طول، هذا خطأ، هذا كفر، هذه زندقة، هذا فسق، هذا علماني. هذه الأوصاف كلها ينبغي أن نتريث في إطلاقها أولا. يعني كثير من الناس، وقد واجهت أقواما في مناظرات كانوا يشكون في أمور ويقررون بعض الاعتقادات، وهذا أخطر باب أكثر من المسائل العملية، ولكن لما بينا لهم ولله الحمد بالنص الصريح من القرآن والصحيح من السنة النبوية
تراجع، لأن الله سبحانه وتعالى قذف في قلب المسلم المؤمن نورا، فقل أن تجد، وإن كانت موجودة هذه الفئة، لكن قل أن تجد شخصا ربما يتلفظ بما لا يليق وبما لا يجوز حتى وبما ظاهره كفر، فيقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، خلاص يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثر ما يتأثر، في أغلب أحواله يتأثر.